النهاردة هنتكلم عن الاقتصاد الخفي لأقوى تنظيم إجرامي في اليابان، الياكوزا. هنكشف لكم إزاي بيأثروا في السياسة والاقتصاد بالقوة والرشاوي، وإزاي قدروا يجمعوا ثروتهم. الثروة تعادل أكتر من 100 مليار دولار. هنتكلم عن أهم زعيم لأقوى عائلة في الياكوزا، عائلة الياماجوتشي جومي، اللي اسمه كان كاوزو تاكاوا، وإزاي بموته بدأت شرارة حرب أهلية في الياكوزا حصل فيها أكتر من 100 معركة بالأسلحة في شوارع اليابان. في الفيديو اللي فات اتكلمنا في التاريخ القديم للياكوزا اللي بيمتد لأكتر من 800 سنة، وفي فيديو النهاردة هنتكلم عن التاريخ الحديث للياكوزا واللي بدأ من بعد الحرب العالمية الثانية. هنحكي القصة بالتفصيل لأن القصة وراها حكاية. هنبدأ القصة بقصة الأب المؤسس كاوزو تاوكا، اللي اتعرف بالأب المؤسس لعقيدة الياكوزا الحديثة، واللي بموته حصلت أكبر حرب عصابات في تاريخ اليابان. كاوزو الزعيم الثالث لأكبر عائلة تابعة للياكوزا، عائلة الياماجوتشي جومي. بدأ حياته كمصارع شوارع في مدينة كوبي، وانضم للياكوزا سنة 1928، وأصبح مشهور باسم الكوما اللي معناها الدب في اللغة اليابانية، بسبب إنه كان عنيف في الخناقات وحركته المفضلة تشبه حركة مخالب الدب. وفي عام 1937 وفي وسط مشادة كلامية تهور كومي وقتل أحد أعضاء العصابات المنافسة، واتحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنين، ولكنه طلع بعد 3 سنين وكان هو الاختيار الأفضل كزعيم للعصابة بتاعته، وقدر ينهض بالعائلة لدرجة إن بقى أكتر من نص أعضاء الياكوزا تابعين ليه. وفي سنة 1978 حصلت محاولة اغتيال ليه، وأثناء محاولة الاغتيال اتصاب برصاصة في رقبته وهو في نادي ليلي. أول ما اتصاب حط إيده على رقبته عشان يوقف النزيف، وفي لحظة وقف زي الدب وبص للي ضربه وصرخ له بكلمة واحدة بس: هتموت. وبعد الإسعافات الأولية فشلت محاولة اغتياله ونجا منها، لكن اللي حاول يغتاله في النادي الليلي لقوه ميت في الغابة وجثته محفور عليها بسكينة كلمة موبو، ودي كلمة يابانية معناها التهور لدرجة الغباء. بعد الموقف ده أصبح الكومي أشهر واحد في أفراد العصابات في اليابان كلها، لدرجة إن فئة كبيرة من الشعب الياباني كانوا بيحبوه وشايفين فيه القوي اللي يقدر يسيطر على العصابات في اليابان. لكنه مات فجأة بسكتة قلبية وهو في سريره سنة 1981، وبعد ما مات تولت زوجته رئاسة العصابة بشكل مؤقت لمدة 3 سنين، لأن ولي العهد اللي المفروض كان يمسك العصابة من بعده كان محبوس في السجن وهيخرج خلال 4 سنين. لكن المفاجأة إن ولي عهده مات في السجن بمرض في الكبد، ودي كانت الرواية الرسمية لكن محدش يقدر يأكدها. لكن ده تسبب في انقسام كبير في العصابات في اليابان. اختاروا واحد اسمه ياماموتو يكون قائد مؤقت للعصابات، واختاروا واحد اسمه تاكاني يكون مساعد ليه. وبعدها بأقل من سنة اجتمع كبار العائلات بتاعة الياكوزا وقرروا يختاروا تاكاني يكون هو القائد أو الزعيم بتاع العائلات. ومن هنا بدأت الحرب لما ياماموتو قرر يرفض القرار، وأخذ 18 من القادة ومعاهم 3000 عضو من العصابات وأسسوا جماعتهم الخاصة إتشيواكاي. وعشان نمنع اللخبطة وللتبسيط هنسمي ده القائد الرسمي وده القائد المنشق. بدأ القائد المنشق يجهز لخطته وأرسل فريق يغتال القائد الرسمي، وبالفعل فريق الاغتيالات قدر يقتل القائد الرسمي ومساعده. ومن هنا تحول الخلاف اللي كان ما بين شوية قادة في الياكوزا إلى أكبر حرب عصابات في تاريخ اليابان، لما الخلاف بقى ملطخ بالدم. الحرب استمرت 3 سنين وحصل فيها 220 عملية إطلاق نار وموت 36 فرد من العصابات، ده غير إصابة أكتر من 100 فرد. ولما مدة الحرب طولت اتفاجئ القائد المنشق لما كل أعوانه اتخلوا عنه ورجعوا للعصابة الأساسية. وبعدها بفترة بسيطة وجد القائد المنشق ياماموتو مقتول في ظروف غامضة، مع أن رواية الطب الشرعي قالت إنه مات من مرض في الكبد، وللعلم الطب الشرعي في اليابان وقتها كان معروف بفساده. دلوقتي الياكوزا بتتقسم ل4 عائلات أساسية. العائلة الأكبر وهي عائلة ياماجوتشي جومي اللي بتمثل حوالي 20,000 عضو ومقرها الرئيسي في مدينة كوبي، وال3 عائلات التانية بيمثلوا حوالي 15,000 عضو وموجودين في مدن كتير حوالين اليابان، لكن أغلبهم متمركز في طوكيو. ممكن تشوفوا إن انحصار الياكوزا من 250,000 إلى حوالي 35,000 عضو دليل على ضعفهم، لكن العكس هو اللي صحيح. الياكوزا النهاردة ليهم اقتصاد خاص بيهم وتأثيرهم واضح على الحكومة اليابانية.
هنبدأ برسوم الانضمام. طريقة الانضمام للياكوزا تشبه بشكل كبير الانضمام لأي عصابة كبيرة. في الأول الفرد اللي عايز ينضم للياكوزا بيقدم بعض المعلومات لأفراد الياكوزا الصغيرين اللي موجودين في الشارع، واللي اسمهم الشاتيه، وهي كلمة تعني الأخ الصغير. وده لأن الياكوزا بيستخدموا الألقاب العائلية، زي مثلا إن الزعيم الأكبر بيسموه جويابان، وهي كلمة تعني الزعيم، وبتعتبر بمثابة كلمة الأب للجماعة. وتحت منه بيكون فيه اللواء الأول والتاني والتالت، وبيكون اسمهم معناه المشرف. النائبين بيكون ليهم عادة مجموعة من 200 ل 2000 كوياداي، ودي الكلمة اللي معناها الأخ الكبير. لكن نرجع تاني، لو حد عايز ينضم للياكوزا بيبدأ إنه بيكتسب ثقة الأخ الأصغر أو الشاتيه، وبيبدأوا يدوله مهمات بسيطة. لو أثبت قدرته بيترقى لشاتيه، وبيقبض مبلغ يعادل 20,000 دولار سنويا، وده يعتبر راتب موظف عادي في اليابان. لكن لو أثبت إنه ممكن يثقوا فيه أكتر وترقى وأصبح لواء، هنا بتبدأ تكسب ملايين. لكن الأول لازم يقوم بمراسم الانضمام، واللي اسمها ساكازوكي، ودي بتكون عملية بسيطة. بيتجمع اللواءات التابعين للأسرة وبيقفوا في صف، وفي آخر الصف بيكون الزعيم جالس وقدامه طبق فيه ساكي، وده مشروب يحتوي على الكحول مرتبط بالعادات والتقاليد اليابانية. بيبدأ الزعيم بشرب شفطة من الساكي، وبعدها العضو الجديد بيشرب الباقي، لكن لازم يشرب الباقي على 3 مرات. بعدها بيقسم باتباع أوامر الزعيم مهما حصل، وإنه مش هيقوم بالخيانة العصابة مهما كانت الظروف. بعدها بيتضاف في ملف بيحتوي على كل أعضاء الياكوزا بالاسم والصورة. ودي ممكن تكون حاجة غريبة، لكن كون شخص عضو في الياكوزا مش معناها إنه مجرم. الياكوزا تعتبر مؤسسة أو حزب، حاجة كده شبه النادي، والانضمام ليها مش مجرم بالقانون، والشرطة عندها علم بكده لدرجة إن بيكون عندها أسماء بعض أعضاء الياكوزا، لكنها ما تقدرش تقبض عليهم إلا لو مسكتهم في عمل ضد القانون. أكبر دليل على كده إن الياكوزا ليهم مقرات كتير في المدن، ومعروف إنها تابعة للياكوزا، لدرجة إن أحيانا البوليس هو اللي بيأمن المباني دي. وده يورينا إن كيان الياكوزا والانضمام ليه مش جريمة في حد ذاتها، لكن الجريمة هي الأعمال الإجرامية اللي ممكن أفراد الياكوزا يعملوها. وده يورينا بشكل كبير سيطرة الياكوزا على جزء كبير من اليابان. وأكبر دليل على كده إن أشرف وزراء اليابان طلعوا تابعين للياكوزا. دلوقتي هنتكلم عن فساد الدولة في اليابان، الفساد اللي برعاية الياكوزا. كلنا عارفين أشهر رئيس وزراء لليابان شينزو آبي، واللي معروف بتبرعات الكتير لدول كتير حوالين العالم، واللي من الدول ديت طبعا مصر. لكن المفاجأة إن في 2012 رئيس الوزراء شينزو آبي أخذ قرار غريب، قرر رفض وزير العدل الياباني وقرر تعيين شخص اسمه تاناكا. وده اللي كان قرار غريب جدا وقتها، لحد ما ربطت وسائل الإعلام القصة دي بقصة القبض على واحد من لواءات الياكوزا، وإن تاناكا وزير العدل الجديد ليه ارتباطات بالعصابة، وهو اللي هيحكم في قضية لواء الياكوزا. مش بس كده، ده كمان لاحظوا إن في واحدة من حفلات جمع التبرعات لحملة شينزو آبي السياسية تم إضافة واحد على إنه أكبر المتبرعين في الحفلة. الشخص ده كان الدراع اليمين لزعيم أكبر عائلة تابعة للياكوزا، عائلة الياماجوتشي جومي. وطبعا طالما قدروا يوصلوا لرئيس الوزراء في اليابان، فكمان قدروا يوصلوا لوزير النقل، واللي كان مسؤول عن الأمن في المواني، واللي تعتبر واحدة من أهم مصادر الفلوس للياكوزا، سواء عن طريق تهريب المخدرات أو الأسلحة أو حتى البشر. اعترف الوزير شيزوكا إنه تلقى مبلغ 6 مليون دولار من الياكوزا، وبالرغم من اعترافه إلا إن محدش قدر يحاكمه أو حتى يعزله من منصبه. ودلوقتي هنتكلم عن اقتصاد الياكوزا. الياكوزا في العصر الحديث اقتصادها تطور بشكل كبير جدا عن العصور السابقة، فبدل ما كانوا بيعتمدوا على الإتاوة والقمار والدعارة اللي لسه بيكسبوا منها ملايين لحد دلوقتي، إلا إنهم شافوا إن في طرق أذكى بكتير عشان يجمعوا الفلوس، وتحول البيزنس بتاعهم لعالم التمويل والضرايب والإسكان، ده غير الشركات الدولية، وبقوا كأنهم صندوق استثماري بتاع الدول. صندوق استثماري بيساوي أكتر من 100 مليار دولار. وصولهم للمستوى ده من الغنى كان مدعوم بشكل كبير من قبول المجتمع ليهم. وفي مقولة شهيرة بيقولها رجال الشرطة في اليابان: الجريمة المنظمة أرحم بكتير من الجريمة الهمجية. فده خلق قانونين ماشيين بين الياكوزا والسلطات: طول ما الشغل في السر يبقى مفيش تدخل من البوليس في شغلنا، وطول ما الرشاوي شغالة يبقى مفيش تدخل من السياسيين في قراراتنا. فالياكوزا في عصرنا الحالي مصادر دخلها متنوعة وكتيرة جدا، ومن ضمن المصادر دي المخدرات والنوادي الليلية، والتوظيف اللي بياخدوا فيه نسبة من مرتب الموظفين،
والقروض الغير قانونية وتزوير العملة، ده غير تهريب الأسلحة وتهريب البشر وتأمين رجال الأعمال. كل ده غير أكتر من 100 شركة في سوق الترفيه في اليابان. وفي واحد باحث في عصابات الياكوزا قال كلام مهم جدا، قال إن الياكوزا احترفوا إزاي يجمعوا الفلوس، وشافوا إن السيطرة الحقيقية مش إن هم يبقى عندهم شركات كتير صغيرة، بل إنهم يفرضوا سيطرتهم على الشركات الكبيرة. فبدأوا يفرضوا إتاوة بشكل مباشر على الشركات الكبيرة، ولما شركة من الشركات ديت ترفض دفع الإتاوة يدخل أفراد الياكوزا ويشتروا أسهم كتير في الشركة لحد ما يدخلوا في اجتماعات مجلس الإدارة. وفي الاجتماع بيرعبوا كل أعضاء مجلس الإدارة، لدرجة إن أعضاء مجلس الإدارة بيجوا تاني يوم ويبيعوا كل أسهم الشركة في السوق، والشركة تقييمها بيقع في الأرض. فتدخل الياكوزا وتشتري بقية الأسهم وتستحوذ على الشركة بالكامل. وده خلى الشركات الكبيرة في اليابان تفكر 100 مرة قبل ما تعترض على الإتاوة أو الضريبة اللي بتفرضها الياكوزا عليهم. وعشان الياكوزا تثبت سيطرتها أكتر اشترت أكبر الشركات الإعلامية في اليابان، وده خلى عندهم القدرة إن لو أي حد اعترض على الياكوزا بيتفاجئ بهجوم كبير جدا من الصحافة والإعلام على شركته لحد ما تقييمها يقع للأرض، وتدخل الياكوزا تاني وتشتري الشركة بتراب الفلوس. دلوقتي هنتكلم عن العقاب اللي بيحصل لأي فرد من أفراد الياكوزا في الحالات المختلفة. في قانون العصابات اليابانية في 4 حاجات يعاقب عليها الفرد. الأولى هي الخيانة بشكل عام، سواء كانت للشرطة أو لعصابة تانية أو حتى خيانة أحد أفراد عصابتك. الحاجة التانية هي السرقة من العصابة. والحاجة التالتة هي عصيان أحد أوامر القادة. الحاجة الرابعة اللي بيعاقب عليها واللي أنا شفتها غريبة شوية، إن كل عصابات اليابان بكل عائلاتها ممنوع يشربوا أو يتعاطوا المخدرات، لكن عصابة واحدة بس هي اللي مسموح لها بتجارة المخدرات، وهي عائلة الياماجوتشي جومي. العقاب على أي فعل من الأفعال اللي قلناها فوق بيكون واحد من 4 عقابات بيحددها الزعيم. أول عقاب هو النفي أو طرد الفرد من الجماعة، وفي حالة النفي أو الطرد بيمنع الفرد من دخول أي عصابة تانية في اليابان. تاني عقاب هو الضرب المباح. العقاب الثالث وهو الأشهر على الإطلاق واللي شفناه حتى في العصابات في الصين، وهو قطع عقلة من الصابع الصغير. العقاب الرابع أبسطهم على الإطلاق هو الموت. وزي ما قلنا إن قطع عقلة من الصابع هو أشهر العقابات في العصابات اليابانية، قال البوليس الياباني إنه لقى أكتر من 40% من أعضاء الياكوزا قطعوا عقلة من صابعهم الصغير في تضحية اسمها يوبيتسومي. بكده رحلتنا في التاريخ الغامض للياكوزا من الساموراي لحد النهاردة كشفت لكم أسرار وعادات واحدة من أكبر العصابات وأقدمها في تاريخ العالم، وحكينا باختصار إزاي بيسيطروا على الاقتصاد الياباني وبشكل غير مباشر على قوة الأمة اليابانية. لو عجبكم الفيديو، في حلقة كنا عملناها على المافيا الصينية واللي قصتهم مثيرة جدا، ده غير إن فيها مفاجآت كبير زي إزاي إن العصابات الصينية اتأسست على إيد رهبان. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.